بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي نشتري عملات رقمية او ازاي نشتري بيتكوين. ده سؤال بيسأله ناس كتير بعد ما سمعت الاخبار وبعد الصعود طبعا الكبير للبيتكوين والترندات اللي على تويتر وهكذا. فالناس عايزة تدخل تجرب المجال ده. اولا انت كحد جديد انصح انك انت تجرب بمبلغ تقدر تخسره، مبلغ بسيط، وبعد كده ان شاء الله لما تكون حاسس انك عندك معرفة كافية ممكن تدخل مبلغ تستثمره. والكريبتو مجال خطير، فانت تدخل مبلغ اللي انت عندك استعداد تخسره، ومبلغ انت مش محتاجه مثلا بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد شهر. انت مش عارف السوق ممكن يحصل فيه حاجة، فالمبلغ سعر تقل، تخسر في عملة مثلا 50%. كل ده وارد. فانت مدخل مبلغ مش محتاجه قريب، ومبلغ ما عندك استعداد لحد ما تخسره يعني. الا لو بيتكوين ان شاء الله يعني ما اعتقدش ان هو سعره يتأثر جامد. فعشان نشتري عملات رقمية هنحتاج منصة اللي نقدر نشتري منها العملات الرقمية. في منصات كتير، باينانس، باي بيت، كيو كوين، دول اللي أنصح بيهم يعني. تقريبا هم التلاتة دول تير 1 من أكبر المنصات. في بعد كده ميكسي وفي حاجات مش شغالة في معظم الدول العربية زي كوين بيز وأعتقد ممكن كراكن. المهم الشرح هنا هيكون على باينانس نظرا لسهولتها يعني. تمام. فأول خطوة هتلاقي معظم المنصات أو كل المنصات تقريبا هتلاقي العملة بيكون بي ان بي يو اس دي تي، بي تي سي يو اس دي تي، اثيريوم يو اس دي تي، سولانا يو اس دي تي. فأنت هتحتاج عشان تشتري السولانا أو البي تي سي أو الاثيريوم هتحتاج يكون معاك يو اس دي تي. يو اس دي تي شرحت في فيديو قبل كده ازاي نشتريه في مصر، بس الموضوع بيعتمد انت عايش فين يعني. في ناس تقدر تشتريه في دولها بالكارت، لو الكارت مثلا دولاري او حتى بعملة محلية. اعرف ان الموضوع سهل في دولة زي الامارات مثلا انك تشتري يو اس دي تي بالريال او ايا كان. بس في مصر عندنا الموضوع معقد شويتين، مش معقد بس هو اسهل حل يعني بي تو بي. بتشتغل بالعملة المحلية وهتشتري يو اس دي تي. بي تو بي من هنا هتغير لعملة بلدك، يعني هنا في مصر هغيرها اي جي بي، وادخل اشتري اليو اس دي تي الكمية اللي انا عايزها. سعره عادة بيبقى اغلى من الدولار في البنك يعني. تمام، اشترينا ودخلنا. هتخش على قائمة والت اللي تحت دي. لو الفلوس عندك في الفاندنج هنا حولها للسبوت. هتخش السبوت، سبوت اللي هي قائمة التداول الفوري. وانصح انك تبعد عن الفيوتشر تماما، خاصة كمبتدئ يعني، وعموما تبعد خالص. تمام. هندخل على لو ضغطنا على اس دي تي كده هيجيلي اشهر البيرز الموجودة: بي تي سي يو اس دي تي، اي تي سي يو اس دي تي. خلينا نخش على بي تي سي يو اس دي تي. ماشي. انا دلوقتي دي الخطوة اللي انت مستنيها، انا عايز اشتري بيتكوين. طيب، ففي عندي كذا اوبشن ان انا اشتري بليمت او ماركت. تمام. الليمت ان انا بشتري بالسعر اللي لو هو الليمت مديني السعر ده 86,000 وهكذا. ماشي. فالاوردر مش هيتملى الا لما سعر البيتكوين يبقى بالضبط هو السعر ده، او اما يكون في اوردر بيع بالسعر ده. مش هنخش في الحته دي يعني. خلينا لو في انا دلوقتي عايز اشتري البيتكوين عند 80,000. ماشي. فاقوم كاتب هنا 80,000. ناخد بالنا من حاجة عشان لو انت يعني مبتدئ وجرب مبلغ صغير، لو لقيت اشتري ب5 دولار مثلا هنا هيقول لي تقريبا مش هيرضى، هيقول لي تراي كونفيرت. فانا هخش كونفيرت، هكونفيرت كونفيرت يعني مش هشتري بليمت اوردر. تمام. فهنخلي دي 10 دولار. انا دلوقتي عايز اشتري لما البيتكوين يوصل ل80,000. فهحط 80,000 واعمل باي يو تي سي. ماشي. 10 بي تي سي ما شاء الله، رزقنا يا رب. لا انا كده حطيت غلط. فخليها ايه، انا عايز اشتري ب10 دولار فقط عند 80,000. فنعمل باي بي تي سي. الاوردر هيظهر تحت ان انت عايز تشتري الكمية دي من البي تي سي لما سعره يكون 80,000. ماشي. هنكنسل اوردر. لو انا عايز اكنسله بضغط كنسلت كده الاوردر. اللي معايا هنا في المنصة 15 دولار يعني. فانا ده اول اوبشن، انا اشتري عندي سعر معين. تاني اوبشن انا اشتري ماركت اللي هو هيبيع لي بالسعر الحالي ده اللي هو في النص ده.
المتغير. يعني انا هشتري ماركت فعاملة انا عايز اشتري مثلا بال15 دولار كلهم باي بي تي سي. اشتريت الباي بي تي سي، لو دخلت عند المحفظة في السبوت الاقي ان البي تي سي ظهر عندي. اوكي، لو عايز ابيع البي تي سي هقوم داخل نفس الوضع اللي عملته في الشراء هعمله في البيع، اخش على قائمة سيل وهنا هبيع البيتكوين اللي اشتريته. لو عايز ابيعه بليميت اوردر احط ليميت اوردر سين، عايز ابيعه عند 120,000، يا رب يعني يوصل 120,000 ان شاء الله يوصل يعني. هبيع هتلاقي ده 12,000 ماشي. كده انا هبيع بمكسب تقريبا تقريبا 33% بقى، كسبت التالت يعني على 15. تمام. واعمل سيل بي تي سي برضه، الاوردر هيظهر عندي تحت هنكنسل. انا عايز ابيع بالماركت، هبيع بالماركت هنا ماركت وهبيع. تمام، هبيع ماركت. كده شرحنا الليميت والماركت. عندي الستوب لوس، الستوب ليميت. تمام، الستوب او الستوب ليميت او الستوب لوس ايا كان تسميته على المنصة يعني. انا دلوقتي عايز لو سعر البيتكوين نزل ل70,000 انا اقلل الخسائر بقى، انا هبيع. تمام، الستوب لو نزل ل70,000 بيع. هبيع المفروض دي تكون 71 مثلا، ودي بيع على 70 عشان الاوردر يتمد. ماشي كده انا خسرت تقريبا برضو حاجة. هعمل سيل بي تي سي، هنا بيقول لي اهو الستوب ان السعر لو هبيع الكمية كلها لو سعره نزل 70,000 دولار، واعمل كونفيرم. اوردر هيظهر عندي تحت هنا كده. عايز اكنسل هعمل كنسل او كنسل اول، بس خلينا في كنسل كده. كنسلت الاوردر. عايز اسيل ماركت هقوم برضو داخل على ماركت هنا واقوم داخل اعمل تقريبا بعته. لا لسه موجود. طيب توصل دي تهيسة من المحفظة كده. لو أنا عايز أبيع في الحال هبيع في الحال يعني. أنا عايز أبيع في الحال هستخدم ماركت، أشتري في الحال هستخدم ماركت، عايز بليمت هستخدم ليميت. في الليميت لو أنت بتشتري ليميت بتدفع فيز أقل، بس الفيز في المنصات عادة ما بيكونش كبير. تمام. في ستوب لوس شرحتها برضو، بس أنا لا أنصح باستخدام خاصة الستوب لوس. استخدم تنبيهات. يعني أنت عايز تعرف البيتكوين سعره نزل. انا بقالي كتير مستخدمش المنصة فمش عارف فين الفيتشر بتاعت ال alerts هما نقلوها ليه. المهم يعني في المنصات هتلاقي في اوبشن انك تعمل alert او تعمل تحذير يحذرك لما السعر يدخل ينزل لحد معين. تمام. تمام. نخش في اخر حاجة. طيب انا مش هشتري بي تي سي، انا متابع تاجر معين زي مثلا شعبان كريبتو وعايز اشتري اتابع توصياته. فدي توصية نازلة بي واي ار دي والعملة. انا عايز اقرا الخريطة. اللي انا كشارتس مش قوي فيها ومش بفهمها كويس، بس الموضوع بسيط. الازرق ده مديك سعرين دخول او حتى اي كان الشرط. السعر الحالي هو تقريبا 2.7 2.747، وسعر الدخول التاني هو مديولك 2.2. فانا في العادي مثلا لو هدخل 50-50 هدخل مثلا من هنا ب10. لو العملة دي هبحث عنها بي واي ار بي واي ار بي واي ار هشتري. هو طبعا كان بيديني السعر عدى. لو انا عايز اعمل ليميت اوردر عند السعر اللي هو دخل عنده ممكن اعمله. لو عايز اشتري بالسعر ده مثلا، خلينا نبيع البيتكوين الاول على الماركت. دخلنا على البيتكوين ندخل على سيل، ندخل ماركت نبيع ماركت سيل. بعنا البيتكوين نخش على العملة اللي احنا عايزينها بي واي ار. نخش على باي، هنشتري ماركت. هنشتري مثلا هو دلوقتي مديني 2 اوردر، انا عايز اشتري اول اوردر على 2.7 ولو السعر نزل ل2.2 اعزز. تمام. فانا دلوقتي السعر عدى ل2.7 فانا هشتري اول مرحلة. انا يعني انصح انك تخش على مراحل زي ما انت عايز بقى، ممكن 50-50 ممكن تلتين تلت زي ما تحب انت واستراتيجيتك. فانا ممكن اشتري من هنا مثلا بليمت، واشتري من هنا ب10 دولار. تمام. نص بتهيس برضو. خلينا ندخل من هنا دوك بي واي ار. تمام.
هنشتري مثلا ب10 دولار، لأن أقل أوردر $10، وممكن أشتري بعد كده بنص الكمية التانية. فهنا هشتري وأدخل ماركت، هشتري بسعر الماركت الحالي. أنا $10 بتاعي تقريبا تلتين اللي معايا، تقريبا مش تلتين، 70%. هشتري 70%، وبعد كده المهم اشتريت. فدلوقتي بقى العملة بتظهر عندي في المحفظة بتاعتي عند السبوت. تمام، ظهرت العملة BYO هنا، وأسيب مبلغ للتعزيز لو بحيث إن العملة لو نزلت السعر التاني اللي هو 2.2. اللي بالأخضر ده الأهداف بتاعتي: تيك بروفيت، تيك بروفيت. يعني أول هدف ليها 3.5، تاني هدف 5، تالت هدف 7. دي أهداف هو المتداول أو المحلل اللي بيحطها، أنت مش لازم تلتزم بيها. أنت لو عايز تطلع رأس مالك كله عند 50%، ده بيرجع لك أنت. يعني دي مش قرآن، هو مش لازم هو حاطط 9 فوق إنك أنت ما تبيعش إلا عند 9، لأ طبعا. فأنصح بشدة إنك تاخد كل واحد واستراتيجيته. يعني ممكن تطلع رأس مالك عند 50%، ممكن تطلع رأس مالك عند 100%، عند 200%، حسب العملة أدائها ماشي إزاي، وحسب أنت مدى استعدادك إنك تكمل العملة إيه. تمام. فده ببساطة. في قدام شوية ممكن ننزل فيديو إزاي نريسيرش العملة وجزء التوكونومكس، ونشوف الدنيا عاملة إزاي. بس ده هياخد وقت كتير، والفيديو ده بقى بالفعل طويل نسبيا، فإن شاء الله نأجلها الفيديو تاني. شكرا لكم.